السلام عليكم، عاملين ايه؟ الاهلي لو كسب النهارده هيوصل للنقطه 69. تمام؟ وبيراميدز لو خسر من الزمالك هيفضل زي ما هو 68، هيفرق نقطه. او لو كسب الزمالك هيبقى 71 نقطه. تمام؟ الدوري السنه دي سخن وحلو، بكل الهري اللي حاصل وكل الناس اللي عماله تهري وتقول لك الاهلي ومؤجلاته وحركاته وهسسه. سيبنا من كل دوت وسيبنا من الشيبي ومواضيعه. لو بصينا على الشيبي من قبل ما يجي من المغرب هنعرف قد ايه هو لاعب قليل الادب، لاعب مستفز، لاعب في بلده كان عليه برضه دوشه كتير. واللي مضايقني وغيظني منه اكتر، انت ايه اللي خلاك بعد ما اتلسقت القلم على خلقتك بعد الماتش بنص ساعه ولا بربع ساعه، انت وحسين الشحات وربنا يخليك وانا بس اللي فرق معايا وانا اللي مش عارف ايه، وحسين راح جاي بايس راسك؟ ايه لازمتها؟ عشان كنت داخل عليه تدخل يخليه يبطل كوره. انما عادي، ده شغل ممدوح ايده كده النسوان بتوعكم اللي انتوا اصلا طالعين عشانه. تاني حاجه بقى، مروان حمدي وقله ادبه وطولة لسانه. انا كل الكلام دوت ما رضيتش اتكلم عليه في ساعتها عشان انا كنت غضبان جدا، فما رضيتش. كنت هطلع اقل ادبي وهزق واشتم وطولة لسان قد كده، وانتوا عارفين لما حد بيفكر يجي علينا بندوسه بس. واللي هيتكلم ويقول لي مأمام عمل هقول لك ما يخصكش ومالكش فيه وما يلزمكش اصلا. الاهلي فوق الجميع، يعني فوقك وفوق ناديك وفوق دماغ اي حد. تمام كده يا باشا؟ فما تحطش اسم الاهلي في جمله مفيده على لسانك طالما انت مش اهلاوي. بس مروان حمدي شتم وجمهور الاهلي ابن تاني يوم على طول لما لقى نفسه ان هو دخل في بوابه مش هيخرج منها، قال لك انا اسف وحقكم على راسي وانا اتشتمت وانا اتهنت. فده كان رد فعل. لا يا بابا، رد فعل. شوف عماد متعب لما كان الجمهور بيهينوا كان رد فعله بيبقى ازاي؟ كان رد فعله بيبقى في الملعب، ما بيطلعش يلسن ويشتم ويقلة ادب. دي ردود الافعال اللي احنا اتعودنا عليها واللي احنا طلعنا عليها. شوف غيره في كتير قوي في النادي الاهلي كانوا بيتشتموا ما كانوش بيرد على الجمهور بره الملعب، كان بيرد على الجمهور جوه الملعب. بيلزق جون، يلزق اتنين، يقف يعمل كده. مش زي شويه العاهات اللي احنا جبناهم الفتره اللي فاتت اللي لما كنا بننتقدهم عشان مش ما بيلعبوش عدل او ما بيجيبوش اجوان. واحد زي صلاح محسن بعد صيام تهديفي 900 سنه اول ما جاب جول عمل لنا احنا كده. تعمل مين يا ابن بس يلا عادي، كلها مواضيع ملهاش علاقه ببعض. بس انتوا وحشتوني وقلت اطلع اتكلم معاكم. يلا سلام. متنساش الفولو واللايك والسبسكرايب وكل حاجه، انت عارف بقى مش هوصيك.